هعمل معاكم طريقه لحمه. عندي لحمه ريش ضاني. هعملها معاكم بطريقه سهله جدا وجميله جميله جميله. كان في واحده كلمتني وقالت لي عايزه طريقه لحمه سهله، فدي الطريقه السهله بتاعت اللحمه وهتعمليها مش هتاخد معاكي وقت، وتحطيها في الفرن وتعملي كل شغل بيتك وترجعي تلاقيها استوت. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المكونات ونشوف هتعملوها ازاي، وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم فيها في التعليقات. ماشي يلا بينا. تعالوا معايا كده. بصوا عندي النهارده لحمه ضاني غسلاها ومخليها هي زي الفل. مجهزه عندي بصلتين كبار وطماطمتين حلوين وسط وفلفل الوان وعندي هنا بس البهارات فلفل اسود وملح وشويه خل وعصره ليمونه ونص ليمونه معصوره. تعالوا معايا بقى هنبدا كده ايه مع بعض. نعمل ايه؟ نشيل الخل والليمون والملح والفلفل خليهم بره. نجهز كده البصل ونبدا بقى ايه نقطع مع بعض. انا غسلته ونضفته. نبدا بقى ايه قطعي البصل كبير عادي، مش لازم ان انت تقطعيه صغير قوي. قطعيه بالطريقه كده ايه اللي تحبيها. وانا بفضي الفريزر لقيت الكيس اللحمه ده فيه، قلت ايه نطلعه ونعمله بقى ايه بعد كده. نبدا نقطع البصل باي طريقه زي ما انا قلت لكم، لا كبير ولا صغير زي ما انتم شايفين كده. نركن البصل كده على جنب. دي اول بصله ودي تاني بصله. حبه كده اللي انا وريته طبختي كده من الالف للياء. اجيب كده محضره هنا عندي بقى ايه صينيه غويطه حاطه فيها 2 طين، وهحط فيهم دلوقتي ايه البصل كله. بعدين اول حاجه قطعتها البصل دي هبدا بقى احط عليها الملح والفلفل. دي معلقه فلفل كبيره ومعلقه ملح، دول اول حاجه كده، وتنقعيهم كويس جدا. دول اهم حاجه في طبختك، هيخلوا طبختك جميله كده وليها طعم جميل. شوفوا ريحتهم ما شاء الله، ريحه الفلفل طلعت. هسيبهم بقى كده مع بعض على جنب اهو واحنا واقفين بنجهز بقيه طبختنا مع بعض. نجيب برده الطماطم ونقطعها. الطماطم عشان مش عارفه ليه كده كنت جايباها خضره خضره عشان تعيش معايا شويه، وانا عايزه في الطبخه دي مش عايزه طماطم ايه تكون طريه. اهم حاجه في الطماطم ان انت تطلعي دي، طلعيها كلها كده القمع بتاعها عشان ده اللي بيتمركز جواه الحاجات اللي بتترش على الطماطم. نقطعه كده شايفين. الطماطم هي اللي ناشفه على فكره، انما السكينه حاميه. اهو المكونات دي كده كده، تبقى صغيره قوي ولا كبيره قوي. بصوا بقى كده اهو. نجيب بقى البصل بتاعنا وننزل عليه الطماطم. مكان الطماطم كده نشف. نبدا بقى نجيب الفلفل.
القرن ده رفيع، فعشان كده ايه قطعته كده بس كده. نقطعهم كده. بعدين برضو نبدا نجيب ايه معانا بقيه الحاجه كده ونحط. لاحظوا ان انا بحط ما بقلبش، عشان كده انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، سايبه الملح مع الفلفل يطعم كده في البصل ويدينا نكهه كده ايه، يبرز نكهه البصل، بتدي طعم جميل ونكهه جميله. نجيب بقى الفلفل الالوان الاصفر ده. طعم الفلفل مع البصل واللحمه بيبقى طعم جميل جدا، والطماطم دي ابسط تتبيله للحمه، ورقه لحمه وتحطيها في قلب الفرن بس بتبقى رهيبه. خلوه تقطعاته كده كبيره. نبدا بقى نجيب معانا كده ده نحط عليه، نمسك كل المكونات دي كده تقلبيها مع بعض تقليب كويس، وانتي بتقلبي كده تدعكي. شايفه ازاي كده؟ ادعكي كده المكونات كلها. بصي بسم الله ما شاء الله الريحه بقى طلعت اهي، ريحه البصل، الصوص بتاع البصل طلع مع الملح والفلفل. ادعكيهم دعك كويس جدا. بعدين برضو نسيبهم شويه. تعالوا بصوا معايا كده، هبدا بقى اشيل جزء كبير كده في قلب طبق واحط جزء كده. ماشي، ابدا انزل بقى اللحمه بتاعتي كلها. انزل بقى عليها ده كده، واتبلها برضو تتبيل كويس جدا. دي اهم حاجه فيها كده التتبيله. حطي بقى عليها نص معلقتين الخل التفاح، ده خل التفاح عضوي، ودي نص الليمونه. تعالوا بصوا بقى معايا، جبت ورق لورا كمان عشان تبقى اكلتنا كده جميله. وبعدين بقى نبدا بقى نجيب ورقه زبده كده خليناها ناكلها لحمه، نحطها كده ونقفل على ورقه اللحمه بتاعتنا كويس جدا. اهم حاجه كده تقفلوه كويس. انا دي ورقه وخليها 2. اهم حاجه فيها كده كمرتها. هنسيبها كده ربع ساعه. بعد ربع ساعه البهارات كلها في اللحمه في الدنيا كلها هتتبل، هتديها كده نكهه جميله. بعد ربع ساعه حطيها في الثلاجه، لو مش مستعجله سيبيها نص ساعه. بعد قصدي نص، هنحطها كده في الثلاجه، نسيبها في الثلاجه نص ساعه. بعد نص ساعه هنحطها في قلب الفرن، ممكن ربع ساعه. بس صينيه تعملي كده صينيه لحمه، ورقه لحمه كده جميله 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 جميله. لو جربوا الوصفه دي وقولوا لي ايه رايكم فيها. هحطها بقى في قلب الثلاجه، وبعد نص ساعه هطلعها احطها في الفرن. تعالوا بصوا كده، بعد حطيتها في الفرن بعد ساعه هطلعها عشان نشوف اللحمه بتاعتنا استوت ولا لا. يلا تعالوا بصوا كده معايا، فتحتها اهو، لقيتها بصوا بسم الله ما شاء الله مش مستحمله. خطيره جميله جدا. يلا تعالوا معايا كده بصوا الشكل النهائي للوجبه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. وما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، عجبتكم ولا لا. طريقه جميله وسهله وبسيطه، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. بصوا اللحمه فيها زبده، ممكن بقى تاخدي الصوص بتاعها وتعملي عليه رز، بس انا اولادي النهارده طالبين مكرونه.